بصي بقى الجمال ده، بسم الله ما شاء الله. لسه مطلعاها دلوقتي بقى من التلاجة. بصي تماسكت ازاي، بصي جامده ازاي. ايه الجمال ده، ايه الحلاوه دي، ايه. بصي استني ما اظبط لك الكاميرا بس كده عشان تشوفيها. فظيعه يا جدعان، بجد بجد فظيعه. تبداي بقى كده ان انت ايه، توسعي لها كده من الجناب. هي مش لازقه ان شاء الله، عشان ده اصلا قالب ده ما بيلزقش خالص، فمش لازقه. هجيب بقى كده الطبق الحلو بتاعنا ده اللي ملازمنا بقى في كل الفيديوهات. انا بحب الطبق ده يا جماعه. بسم الله الرحمن الرحيم. نبتدي بقى كده نقلبها مع بعض. ثواني كده اقلبها. بسم الله بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بسم الله. استنوا اظبط لكم كده. اها. اوه، ايه الجمال ده يا بنتي يا نوهي، ايه الجمال. بصوا بقى، طب في كده والنبي، طب في جمال زي كده. ايه الجمال والحلاوه دي. لا يا جدعان لازم تجربوها، بجد بجد بجد. يعني انا خايفه تكون الكاميرا ظلماها. بصوا الجمال بقى، حلوه جدا. استنوا بقى كده نقطعها مع بعض. ثواني اجيب طبق. ثواني اجيب طبق، عايزه انزل عليها الكراميل اللي باقي ده. حكايه يا جدعان والله العظيم فظيع. مكونات بسيطه، مش هتكلفك حاجه يعني. لازم تعملوها وتقولوا لي بقى في التعليقات ايه رايكم. نقطع بقى كده قطع مع بعض. بصوا انا عايزه اوريكم الملمس الكريمي بتاعها. ثانيه واحده. بصي 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 بقى الملمس الكريمي بتاعها. لا فظيعه بجد بجد، من اجمل الوصفات اللي عملتها، اللي تستحق ان انا اقولك جربيها. ثواني كده اوريكم الملمس الكريمي. بصي انا عايزه اقرب لك الكاميرا. بصي بصي، فظيعه فظيعه بجد. لو عجبك الفيديو بقى متنسيش الشير واللايك والكومنتس. دمتم موفقين ودمتم في رعايه الله. انا مش قادره، انا هسيبكم بسرعه عشان اروح اكلها يا جماعه. مع السلامه. صباح الفل عليكم حبايب قلبي، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده كده فيديو جديد جميل، بس قبل ما ابدا كلامي احب اصلي على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا محمد يا رسول الله. النهارده هتعملي لنا ايه كده يا نهى؟ النهارده هعمل بطاطا بطريقه مختلفه. طبعا احنا عارفين بقى ان احنا موسم الشتاء دخل علينا، واجمل بطاطا بتلاقيها في موسم الشتاء. جميله جدا زي ما انت شايفاها كده. اهم حاجه بس تجيبيها مطوله كده جميله. تجيبيها وسط، ما تجيبهاش كبيره قوي، دي بتبقى حلوه وبتبقى مسكره. اللي هي البطاطا الحمراء اللي كلنا عارفينها. ليها طبعا وصفات كتيره جدا متعدده. النهارده هعمل وصفه منهم، ليها بقى المشوي والمسلوق والفرن واللي بالبشاميل وحاجات كتيره جدا. النهارده هعمل وصفه جميله، بطاطا بالكريم كراميل. روعه روعه يا جماعه. اصلا لما تيجي تاكليها مش هتعرفي ان هي بطاطا، بس هتبقى جميله جدا معاكي وهتحبيها ومش هتبطلي تعملي الطريقه دي. اول حاجه كده عندي الكميه اللي انت شايفاها دي حوالي كيلو كيلو الا ربع من البطاطا. هاتي الكميه اللي تناسبك، يعني ده شيء يرجع لك. هاتي اي كميه انت عايزاها، بس اهم حاجه تعرفي الطريقه. اهي البطاطا معانا ومغسوله زي ما انت شايفه كده. هبدا ان انا اجيب المقشره العاديه بتاعه البطاطس بتاعتي، وابدا ان انا اقشر البطاطا بالشكل اللي انت شايفاه ده كده. قشريها كلها عشان نعمل البطاطا بالكريم كراميل. بقى احلى بطاطا هتاكليها بجد، هتعجبك جدا. مش هتبطلي تعملي البطاطا بالطريقه اللي انا بقولك عليها دي. جميله جميله فعلا يعني. اهو بتقشريها خالص كده، بتشيلي القشره بتاعتها. طبعا اللي ما يعرفش قناتي، انا احب اعرفه بنفسي. انا نهى من قناه من ايد نهى، قناه متنوعه دايما فيها كل جديد. فلوجات، خروجات، وصفات منقوله. يا رب كده تنال اعجابكم، ويا رب كده دايما ابقى عند حسن ظنكم. اهي هنكمل بقى تقشيرها وهرجع لك تاني عشان الفيديو ما يطولش عليكي. انا قشرت الكميه اهي، فاضل اخر واحده قلت اقشرها برده معاكي عشان تشوفي ان ايه يعني. تقشير الكبير زي الصغير مش بيفرق.
بس اهم حاجه البطاطايه تكون جميله كده معاكي، وتكون مطوله، ما تكونش بقى ايه شكلها مش متناسق، يعني دي هتضايقك في التقشير. اهو بالشكل اللي انت شايفاه ده كده، تقشريها كويس جدا. انا اهو قشرتها اهو بالشكل اللي انت شايفاه ده كده. هبدا ان انا بقى اقطعها قطع دواير كده بالشكل اللي انت شايفاه اهو، واحطها في حله عليها كوبايه ميه على النار، وحبه سكر صغيرين 3 4 معالق سكر بس اهو. بالشكل اللي انت شايفاه ده كده. اهو قطعتها بالشكل ده كده. هبدا انزل فيها بقى في حله كده بالشكل اللي انت شايفاه، واحطها على نار هاديه. مش هتاخد وقت في السوا، انا عايزاها تتهري خالص، عايزاها تستوي خالص، بس في نفس الوقت ما نحطلهاش ميه كتير. كل اللي انت شايفاه ده هحط له كوبايه ميه صغيره و3 4 معالق سكر على حسب السكر اللي انت عايزاه. اهو هحطها بقى على نار هاديه، واما تستوي هرجع لك تاني. اهو كده انا حطيتها على النار مع السكر مع كوبايه الميه الصغيره. خليكي معايا بقى، هتشوفي وهتاكلي احلى تارت كريم كراميل بالبطاطا، انتي اصلا مش هتعرفيه واولادك مش هيعرفوه، وهيعجبكم جدا. بصي كده معانا البطاطا خلاص استوت زي ما انتي شايفه اهي. بصي اهي استوت خالص. في الوقت ده هطفي عليها وهحط عليها باكيت فانيليا او باكيتين حسب ما انتي عايزه، وهديها كده ايه تقليبه. هخليها بقى تهدى شويه وبعد كده نكمل الخطوات مع بعض. ده عقبال ما البطاطا تهدى معايا هجيب المعالق المعياريه بتاعتي، وهنزل باربع خمس معالق سكر عشان اعمل الكراميل. لو انت عندك كراميل جاهز، مش الكراميل جاهز اللي هو الصوص، لا اللي هو اللي بيتحط في الفرن، اللي هو بيبقى تحت الكريم كراميل، او لو جايلك مع العبوه، بس حقيقي انا كان جايلي مع العبوه بس استخدمته. بس كده هحطهم على النار يتكرملوا عشان احطهم في الصينيه او في القالب بتاعي من تحت. ده هنا كده القالب بتاعي اللي انا هحط فيه، واي قالب عندك ينفع ما فيهاش اي مشاكل يعني. هنا هو انا حطيت الكراميل بقى اللي هو السكر على النار، هيبدا يتكرمل، ما تقلبوش خالص وما تجيش جنبه خالص. هو هيتكرمل وهيبقى زي الفل كده وياخد لون درجه فاتحه، ونبدا ان احنا نصبه في القالب بتاعنا. اهو بصي الكراميل بدا يدخل في اللون. انا كل اللي بعمله ان انا بقلب بس الطاسه كده، مش بحط فيه معلقه خالص عشان ما يسكرش من الحواف. وهنا البطاطا بتاعتي زي ما انت شايفه كده ابتدت تبرد، يعني لسه فاضل حاجه بسيطه عشان ابدا ان انا هنزلها في الخلاط بتاعي. اهو بصي كده الدرجه دي اللي انا عايزاها. هبدا بقى ان انا انزلها في القالب بتاعي بالشكل اللي انت شايفاه ده. بس كده ابدا ان انا اجيب الخلاط بتاعي، وكده يعتبر الوصفه بتاعتنا خلصت. هنحط كل المكونات اللي معايا دي في الخلاط. اللي هي ايه المكونات يا نهى؟ زي ما انا هوريكم كده معايا. هنزل بالبطاطا اللي انا سلقتها اهو، انزلي بكميه البطاطا كلها طبعا بعد ما هديت اهو بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وهنزل عليها بقشطه، انا عندي قشطه هنا كده بتاعت وش اللبن، هنزل عليها بيها. ما عندكيش مش مشكله. والمكون الاساسي بقى اللي هو بتاع الوصفه بتاعتنا الكريم كراميل، ده مكون اساسي، هو الباكت فيه ظرفين، هننزل بالظرفين مع بعض. طبعا ده لايه؟ لكيلو البطاطا او كيلو الا ربع بطاطا. هتعملي كميه اقل هتنزلي بباكو واحد اهو زي ما انت شايفه كده. بسم الله الرحمن الرحيم. وهنزل بقى بالحليب بتاعي اللي هو لتر الحليب اللي انا غلياه، هنزل بيه كله كده على البطاطا. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو زي ما انت شايفه كله كده. هبدا ان انا اخلطه في الخلاط وهرجع لك تاني.
بصي كده البطاطا بعد بقى ما خلطناها في الخلاط مع لتر اللبن وكيسين الكريم كراميل والفانيليا، وانت طبعا مظبطه السكر بتاعها. هنبدا دلوقتي ان احنا ننزل في الحله باللتر ده على النار ونديها تقليبه كده. اما تبدا تتماسك هنحطها في القالب، وكده الوصفه بتاعتنا خلصت وندخلها التلاجة ساعتين 3 تاكليها بألف هنا وشفا عليكي. الحله اهي على النار اللي انا كنت عامله فيها البطاطا. هبدا ان انا انزل كده بالبطاطا بتاعتي اللي في الخلاط اللي هو الخليط كامل، وابدا ان انا بقى ايدي فيها ما اشيلش ايدي من عليها خالص، وخليكم معايا. زي ما انت شايفه كده ايدي فيها هي خلاص هتغلي غلوه، وابدا ان انا انزلها في الطاجن بتاعنا. بصي كده اول ما تبدا تكشكش من فوق كده، طبعا انا ايدي فيها ما شلتهاش خلاص، هبدا اطفي عليها وانزلها. طب انت ليه بتحطيها على النار يا نهى؟ انا بحطها على النار لان هي مش هتدخل الفرن، هي هتدخل بعد كده التلاجة، فلازم الكريم كراميل يستوي، بس هي دي الفكره يعني. نبدا بقى نصبها مع بعض كده. بسم الله الرحمن الرحيم، اهو بالشكل اللي انت شايفاه. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو كده صبيناها كلها بألف هنا وشفا عليكم. هدخلها التلاجة دلوقتي اما تهدى، ويعني 3 4 ساعات كده واقلبها معاكم واوريها لك قد ايه كريمي قد ايه ناعمه. لو عجبك الفيديو ما تنسيش بقى الشير واللايك والكومنتس والحاجات الجميله دي. دمتم موفقين ودمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.